هلو سلام. رسيت متاع اليوم ما فماش دار تونسية ما طيبهيش على الأقل مرة في الجمعة، واللي هي مقرونة بالدجاج. لهنا حطيت الزيت وحطيت جرينات فلفل يتقلاو، وتوا في نفس الزيت هذاك بعد ما خرجنا الفلفل حطيت 3 مغارف كبار طماطم معجونة، حليتهم في شوية ماء، وباش نحط معاهم الثوم مهرس بالتبل والكروية. انا لهنا هرست زوز ثوم، حطيت الكميه الاولانيه من الاول ومن بعديك كشطر الكميه باش نكملها في الاخر. خليتهم يتقلاو تقليه صغيره وباش نفوح فلفل احمر زينه حار، وحطيت الرند مقرونه بالصوص دونك ثوم ورند معروفه. تفوح وتبنن على الاخر. لهنا باش نكمل نحط طروف الدجاج متاعي. انا هنا حطيت الفخذ ومتابع وقسيتهم ونظفتهم وغسلتهم بالكدا وحطيتهم في الصوص، خليتهم يتقلاو بالكدا مع بعضهم. وباش نكمل نفوح بالثوم باش نزيد استغفر الله، باش نكمل نفوح بالملح باش نزيد الملح وباش نمرق. بعد ما كملنا مرقنا الصوص متاعنا نعملوا لها تحريكه خفيفه ونخليوها تطيب حتى لينا الدجاج متاعنا يبدا يطيب. هنا الصوص متاعنا غليت وبديت تشد روحها. نكمل نرمي كعبات بطاطا، بنتي تعشق البطاطا في الصوص متاع المقرونه، دونك ما صدق ربي تاكلي الخضره نحط لها البطاطا في الصوص ونخليهم يطيبوا. توا بعد ما طابت الصوص متاعنا اكشتر الكميه متاع الثوم اللي خليتها في اول الفيديو نكملها ونطفي الغاز. الماء متاع المقرونه حطيته يسخن على الغاز جوست باش نزيدو شويه ملح، مقرونه تحب الملح راهو في الماء، زدت شويه ملح وباش نفوح كان بالكركم، لا نزيدها زيت لا نزيدها حتى شيء اخر، نحط شويه ملح ونحط شويه كركم وكهو. وهوني المقرونه قربت اختارتها ميله، حطيتها تيب. قبل ما تطيب هكا بدقيقه دقيقتين نخرجها ونخليها تتجمر في الصوص، معناها مش نص طيب اما هكا دوبه مازالت ما طابتش بالكدا، ونهبطها نجمرها بالصوص. لهنا المقرونه متاعنا حضرت، نزيدوها رشه جبن اختياري جبن، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وصحه وبشفاء. سلام.